بحكم إني راجل كبير في السن، فالصراع بين إيران وإسرائيل عمره ما كان غريب بالنسبة لي. على طول في مناوشات وضربات هنا وهناك. بس الحرب الأخيرة خلتني أقف وأقول ليه؟ ليه أصلا في عداء بينهم؟ وهل هو صراع معتقدات ولا صراع على النفوذ والسلطة؟ فقررت إني أرضي فضولي وأدور على أصل الحكاية. بس بصراحة الموضوع ما كانش سهل. معظم الفيديوهات الموجودة على اليوتيوب بتتكلم عن حرب دلوقتي أو النووي الإيراني، لكن محدش كان بيقول ليه في صراع، وكأن معظم الناس اتعودت إن في دولتين بيتخانقوا وخلاص. بس أنا ما فقدتش الأمل. بعد شوية تدوير لقيت إن أصل الصراع بيتمحور حوالين 3 فترات رئيسية: قبل الثورة الإيرانية، وفترة الثورة نفسها، وفترة ما بعد الثورة وشكل إيران الحديثة. وخلينا نبدأ بأول فترة. عشان نعرف الأسباب اللي أدت للثورة محتاجين نشوف المشهد العام قبلها كان عامل إزاي. وحقيقي اتفاجئت بحاجات ما كنتش متوقعها خالص. إيران كانت بتشتري سلاح من إسرائيل، والموساد كان بيدرب السفاك، والنووي ما كانش فكرة إيران أصلا. يعني ببساطة العداوة اللي شايفينها دلوقتي كانت زمان شراكة. المعلومات كانت كتير وصدمة، فخلينا ناخدها واحدة واحدة. في سنة 1921 قام رضا بهلوي، واللي كان وزير دفاع إيران ساعتها، بحل الحكومة وسيطر على رئاسة الوزراء وبعدها حكم إيران كله. عمل تغييرات كبيرة في الدولة على طريقة أتاتورك في تركيا. حكمه تميز بالشمولية، وكان في صراع دائم مع رجال الدين الشيعة، وده بسبب إنه كان عايز يبني دولة قوية وحديثة على أنقاض القديم كله حتى لو كان الدين. لغى لبس الحجاب وفرض على الشعب يلبس الستايل الأوروبي ويتخلى عن الرجعية بتاعته، ظنا منه إن ده اللي هيخلي الدولة متقدمة. رضا بهلوي فعلا عمل نهضة في مجالات كتير، لكنه حول إيران لدولة علمانية حتى النخاع، وده طبعا خلى فئات من الشعب تكون متقبلة، لكن فئات تانية تغضب من التحول ده. وبشكل عام كان في اضطراب في الشارع الإيراني، والحال ما كانش أفضل حاجة. في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية، شاه إيران حسن علاقته مع اليابان وإيطاليا، وكان من أشد الداعمين لهتلر، وده ما عجبش الحلفاء. وفي سنة 1941 بريطانيا والاتحاد السوفيتي يغزوا إيران ويعزلوا الشاه رضا بهلوي وينفوه. على الرغم إن إيران كانت واخدة موقف محايد من الانزلاق في الحرب، إلا إن ده ما منعش بريطانيا والاتحاد السوفيتي إنهم يحتلوها. الغزو ده جاء في لحظة كان فيها الروس بيواجهوا الموت تحت جنازير الدبابات النازية، فقرروا ينقذوا نفسهم عن طريق إيران، لأن السيطرة عليها هتفتح ممر بري آمن ينقل الإمدادات من أمريكا وبريطانيا للروس، على بال ما يجمعوا شتاتهم ويقدروا يواجهوا ألمانيا. ده طبعا غير السيطرة على البترول الإيراني، وكمان التخلص من النظام الحاكم. وبالنسبة للشاه اللي كان بيحلم يخلي إيران زي ألمانيا، طردوه وعينوا ابنه محمد رضا بهلوي بداله. محمد كان عنده 21 سنة لما اعتلى العرش، ويمكن ورث أبوه، لكنه ما ورثش سياسة ولا احترام أو خوف الشعب منه، فكان ضعيف سياسيا، وتقدر تقول كان أشبه بمندوب للروس والإنجليز في إيران. وده خلى الشعب يحس إنه فعليا مش هو المتحكم في الدولة، بل مجرد منفذ لرغبات الغرب، والقناعة دي هتكون سبب في أحداث مهمة قدام. فضلت الأجواء على نفس الوضع لغاية ظهور شخصية هيكون ليها تأثير كبير على المشهد السياسي. محمد مصدق كان نائب في البرلمان ومؤسس حزب الجبهة الوطنية في سنة 1944، وشخصية قومية محبوبة من الشعب الإيراني،
أكتر من الشاه محمد نفسه. كان بيطالب بتأميم النفط الإيراني اللي مسيطرة عليه شركة النفط الأنجلو إيرانية وبتصدره لبريطانيا، وتقليص سلطات الملك، وبرلمان حقيقي ونزيه، وطبعا رفض التدخل الأجنبي في المصالح الإيرانية. في يونيو 1950 اختار الشاه الجنرال حجي علي رزمارة كرئيس للوزراء، والبرلمان وافق عليه، إلا إنه بعد توليه المنصب ب4 أيام تم اغتياله أثناء صلاته في المسجد. وفيه جدال تاريخي حوالين مين اللي نفذ العملية بالظبط. فضل السخط الشعبي والمظاهرات والاضطرابات موجودة لحد 28 إبريل 1951 لما البرلمان اختار مصدق كرئيس للوزراء، ومن هنا الدنيا اتقلبت تماما. بعد يومين بس مصدق قام بتأميم النفط وألغى الامتيازات للشركة البريطانية بل وصادر أصولها. طبعا ده أغضب الحكومة البريطانية وخلاها تفرض حصار على إيران، وكمان تقاضيها في محكمة العدل الدولية. مصدق بشكل عام عمل نهضة في الاقتصاد والبطالة قلت، لكنه ما استمرش كتير في المنصب، لأنه في 1952 دارت بينه وبين الشاه خلافات أدت لاستقالته وانتخاب أحمد قوام مكانه. بس الشعب ما تقبلش استقالة مصدق وقام بعمل مظاهرات استمرت 5 أيام لغاية ما الشاه قام بعزل قوام ويعين مصدق ويمنحه كافة الصلاحيات اللي كان بيطالب بيها. استمر مصدق كرئيس وزراء لحد 13 أغسطس 1953 لما الشاه قرر يعزله بأوامر من أمريكا، إلا إن مصدق رفض لأن ده غير دستوري، لكن ده ما منعش الشاه إنه ينفذ رغبته. لما تم القبض على مصدق من بيته والشعب الإيراني كان في حالة صدمة لأن حلمه كان بيتسحب منه بالبطيء. وفي 22 أغسطس الشاه راجع على طيارة أمريكية مبتسم وعارف إن أمريكا مش بس رجعته للحكم لكنها سلمته إيران على طبق من ذهب، ووضحت للشعب مصير أي حد يقف قدام إرادتها. وبالنسبة لمصدق قضى بقية حياته تحت الإقامة الجبرية لحد وفاته سنة 1967. ومن هنا الشاه ما بقاش الطفل اللي سافر هربان، لكنه بدأ مرحلة حكم من حديد. الأحداث دي عمقت شعور الشعب بأن الشاه مجرد منفذ لأوامر أمريكا، وتقدر تقول إن قيام ثورة تطيح بيه وبنظامه كانت مجرد مسألة وقت. من بعد الإطاحة بمصدق إيران دخلت في مرحلة جديدة كليا. الشاه رجع للعرش بقوة غير مسبوقة، أمريكا لقت راجلها في الشرق الأوسط، وإسرائيل بقت الحليف الأمني الأهم ليه. أمريكا حطت كل ثقتها في الشاه لأن إيران دولة ضخمة عندها نفط وموقع استراتيجي رهيب قريب من الاتحاد السوفيتي، ده إلى جانب إن الشاه علماني ومعادي للشيوعية. أما بالنسبة لإسرائيل فساعدته في إنشاء جهاز المخابرات الإيراني السافاك بتدريب مباشر من الموساد الإسرائيلي مع تبادل معلومات استخباراتية مهمة عن المعارضة، ده غير إنشاء شركات تجارية سرية. في الفترة دي في مفارقة تاريخية غريبة، وده إن جذور المشروع النووي بدأت في عصر محمد رضا بهلوي بدعم مباشر من أمريكا والغرب. في 1957 وباتفاقية بين الشاه والرئيس الأمريكي أيزنهاور كانت النواة للبرنامج النووي، إلا إن التطور الفعلي بدأ في السبعينات وتحديدا سنة 1974 لما تم إنشاء مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية، وبدأ الشاه بتوقيع عقود مع ألمانيا الغربية وفرنسا وأمريكا عشان ياخد منهم التكنولوجيا النووية. وكمان أمريكا زودت جامعة طهران بأبحاث نووية، والشاه كان بيصر على معرفة دورة الوقود كاملة لحد مرحلة تخصيب اليورانيوم، وكان بيقنعهم إن دوافعه سلمية لكنها كانت أعمق من كده. الشاه كان شايف إن إيران لازم تبقى قوة إقليمية وتقود الشرق الأوسط كله، وكمان كان خايف من الهند وباكستان اللي دخلوا المجال النووي. تقدر تقول في الفترة دي ما كانش فيه أي حد على الساحة السياسية يقدر يواجه الشاه، وفعلا كان حاكم البلد بالحديد والنار لغاية ما بتظهر شخصية مش بس هتقدر تقف قدام الشاه لكنها هتغير الشرق الأوسط بأكمله. روح الله الموسوي الخميني، فقيه شيعي كبير
وفيلسوف وكاتب سياسي إيراني ومعروف بين رجال الدين، لكنه ما كانش مشهور شعبيا في البداية. بدأ ينتقد النظام علنا من سنة 1963 بسبب الثورة البيضاء اللي كانت محاولة من الشاه لاكتساب دعم الشعب، وده عن طريق عمل إصلاحات في مجالات كتير. لكن اللي الشاه ما توقعوش إن المحاولة دي تكون سبب في اضطراب الشارع من تاني. بعد ظهر يوم 3 يونيو 1963 الخميني ألقى خطبة نارية هاجم فيها الشاه وأمريكا وإسرائيل. الشعب اتأثر بيها جدا وطلع في مسيرة ضخمة في طهران تجاوز عددها 100,000 مشارك، وقفوا قدام قصر الشاه وهتفوا ضده. بعدها بيومين تم القبض على الخميني وسجنوه في طهران. مع بزوغ فجر 5 يونيو انتشر خبر اعتقاله في إيران كلها، والشعب عمل مظاهرات ضخمة احتجاجا على حبسه. بعد ضغط شعبي شديد الشاه ما قدرش يعدمه واضطر انه يطلق سراحه. الكل كان متوقع ان الخميني يتراجع عن موقفه، لكن اللي حصل عكس كده تماما. في 20 يونيو 1963 قام بإلقاء خطاب انتقد فيه نظام الشاه والرئيس الأمريكي. الشاه فقد الأمل ولقى إن أفضل حل إنه ينفيه بره البلد كلها، وفعلا تم اعتقاله ونفيه لتركيا وبعدين العراق وفي الآخر لفرنسا. من المنفى بدأ يسجل خطب على شرايط الكاسيت ويوصلها لإيران في السر، والشرايط دي بقت سلاح الثورة الجديد. كانوا بيقولوا صوت الخميني مش هيعدي الحدود، لكن صوته ملا الشوارع والمساجد والبيوت، صوت بيقول لا للشاه، لا لأمريكا، لا لإسرائيل. بالتزامن مع تسجيلات الخميني وغليان الشارع الإيراني، الشاه يقوم بخطوات هتبقى المسمار الأخير في نعش حكمه. في 1975 يقوم بفرض حزب واحد بس اللي هو حزبه طبعا، ومن 1976 ل 1978 الاقتصاد يبدأ ينهار رغم وجود النفط. وفي 19 أغسطس 1978 يقوم 4 رجال مجهولين بغمر مبنى سينما ريكس بوقود الطائرات ويشعلوا فيه النار. الحريق تسبب في موت مئات الأشخاص، والشاه يتهم المتشددين الإسلاميين والشعب يتهم نظام الشاه. وتاني يوم تطلع مظاهرات من أهالي الضحايا وتهتف ضد الشاه. ومن هنا سينما ريكس بقت الشعلة اللي ولعت الثورة كلها. الناس فقدت الثقة بالكامل، وفي يوم الجمعة 8 سبتمبر تخرج مظاهرات ضخمة في ميدان جالا في طهران. طبعا الشاه حاول يمتص غضب الشعب عن طريق انه يغير الحكومة او حتى الدستور، لكن الوقت كان فات. في نفس الوقت الخميني من فرنسا بقى رمز الثورة، وتسجيلاته بقت بتتوزع يوميا في إيران، والشعب بقى بيشوفه المخلص اللي هينقذ البلد. بتستمر الاضطرابات في الشارع الإيراني، وفي 16 يناير سنة 1979 الشاه بعد 37 سنة يقول إنه هياخد أجازة مؤقتة ويركب طيارته ويخرج من إيران وما يرجعش تاني. الشعب ما صدقش الخبر وخرج في كل إيران يحتفل وهو منتظر رجوع الخميني. في 1 فبراير وبعد 15 سنة من المنفى الخميني يرجع لطهران، وملايين الناس خرجت تستقبله في مشهد أقل ما يقال عنه إنه مذهل فعلا. في أبريل 1979 حصل استفتاء للشعب هل يوافق على إقامة جمهورية إسلامية. النتيجة كانت موافقة بنسبة كاسحة، وبعدها تم كتابة الدستور الجديد واللي ضم أخطر بند ولاية الفقيه، واللي بينص على إن السلطة السياسية والدينية كلها في إيد المرشد الأعلى، يعني المرشد فوق البرلمان، فوق الرئيس، فوق الجيش. الخميني كان عنده طموح أكبر وعايز ينشر الثورة في المنطقة كلها، وعشان يعمل كده محتاج يبني دولة قوية عسكريا واقتصاديا. في الفترة دي تم تأسيس الحرس الثوري الإيراني، ودي مؤسسة عسكرية غير تابعة للجيش لكنها تابعة للمرشد، ومهمتها حماية الثورة في الداخل والخارج. بعد تأسيس الجمهورية الإسلامية بدأ العداء الحقيقي والعلني بين النظام وبين إسرائيل وأمريكا، وده مش مجرد اختلاف سياسي، ده عداء وجودي وسوي. قبل الثورة إيران كانت أقرب حليف لإسرائيل في الشرق الأوسط رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية علنية،
وتاني أهم شريك استراتيجي لأمريكا في المنطقة بعد إسرائيل. لكن بعدها المشهد اتغير تماما، والخميني قالها صريحة: إسرائيل غدة سرطانية يجب اقتلاعها، وأمريكا هي الشيطان الأكبر. وده مش مجرد خطاب، ده تحول في العقيدة السياسية بالكامل. مظاهر التحول ده ظهرت في إغلاق السفارة الإسرائيلية في طهران، وتسليم المبنى لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكمان عدم الاعتراف بإسرائيل كدولة. بالنسبة للعلاقات مع أمريكا، في البداية كان لسه في سفارة، لكن الأمور انفجرت بعد مدة قصيرة، عشان في 4 نوفمبر 1979 مئات الطلاب الثوريين اقتحموا السفارة الأمريكية واحتجزوا 52 موظف من السفارة، وطالبوا بتسليم الشاه اللي كان في أمريكا ساعتها. نتيجة لده أمريكا قطعت العلاقات مع إيران، وبدأت تفرض العقوبات، وحاولت إنها تنقذ الرهائن بتدخل عسكري في عملية مخلب النسر، لكنها فشلت فشل ذريع. بالنسبة للإيرانيين، الأزمة دي كانت تثبيت للثورة، وللأمريكان كانت إهانة تاريخية. بعد لما النظام الجديد تمكن بالكامل من إيران، بدأ يبص لأبعد من كده، وعنده طموح إنه يصدر الثورة للمنطقة كلها. وطبعا أول ناس حست بالتهديد هي إسرائيل، ومن خلفها أمريكا. من هنا النظام الإيراني شاف إنه من الأفضل يخش في مواجهة طويلة مع إسرائيل، مش حرب مباشرة. وعشان كده بدأ بدعم فكرة إنشاء حزب الله وتمويله بالفلوس والسلاح، ودعم فصائل المقاومة الفلسطينية رغم الاختلاف في المذهب، إلا إن العدو المشترك كان مبرر كفاية، ووسعت نفوذها في دول تانية زي العراق وسوريا واليمن عشان تكون ما يعرف بمحور المقاومة. لحد هنا كنت عرفت معلومات كتير، وعرفت إزاي إيران اتكونت بشكلها الحالي، لكن حسيت إني تهت بين كل ده، ولسه السؤال في دماغي ملقتلوش إجابة: ليه في صراع؟ لما وقفت شوية وخدت نظرة للمشهد من بعيد، لقيت إن مفيش إجابة واحدة للموضوع، لكنه تاريخ كبير وأحداث متتابعة أدت لكده. فبالنسبة للشعب الإيراني، بيكره إسرائيل وأمريكا من اللي شافوا أيام محمد رضا بهلوي من ظلم وقمع، واللي كان بيدعمه ضد شعبه هم الصهاينة والأمريكان. أما بالنسبة للنظام نفسه، فالكراهية نبعة من رغبة في الصقر من النظام السابق وأعوانه، ورغبة إنهم يخلوا الأمريكان يدوقوا اللي هم داقوه، وكمان خلق عداوة خارجية مع إسرائيل. ده بيخلي الشعب يتوحد، لأنه عارف إن الثورة لسه ما انتهتش. وأكيد الاختلاف في الدين ما نقدرش ننكره، فالنظام الإيراني بيشوف إن الصهاينة هدفهم إبادة المسلمين من العالم كله، والحرب دي حرب عقيدة، إما هم أو الصهاينة. طبعا ده إلى جانب الرغبة في إن إيران تبقى مركز الشرق الأوسط. لو جينا بقى للجانب التاني، فالنظام الأمريكي شايف إن إيران خطر استراتيجي بيهدد مصالحه في الخليج، ودولة راعية للإرهاب، وبتنشر فكر ديني متطرف ضد الهيمنة الغربية. فالكراهية هنا مرتبطة بالنفوذ الإقليمي والعداء اللي إيران بتوجهه تجاه النظام العالمي. أما بقى النظام الإسرائيلي شايف إن إيران العدو الأخطر بعد سقوط حكومة صدام، وعندهم برنامج نووي بيوصل لمرحلة خطيرة، وكمان بتمول ميليشيات حواليه من كل حتة. طبعا ده غير الفكر اليهودي المتطرف والرغبة في القضاء على كل مسلمين العالم. فالملخص إنها من بعيد تبان حرب عقيدة بس، لكن في عمقها حرب عقيدة وحرب مصالح وسيطرة ونفوذ. فإيران مش بتحارب إسرائيل عشان هم يهود بس، لكن كمان علشان حلمها في قيادة الشرق الأوسط. يعني ببساطة الموضوع مش إنك مسلم بس، لا، أنت كمان بتهدد مصالحي. ونفس الموضوع بالنسبة للإيرانيين، يعني هي حرب أيديولوجيات وعقائد، وفي نفس الوقت حرب سيطرة ونفوذ. البحث في الموضوع ده فتح عيني على حاجات كتير، وخلاني أسأل أسئلة أكتر. يعني هل العالم لعبة مصالح، ولا في حد بيحارب لقضية؟ من الواضح إن العالم فعلا لعبة مصالح. الدول مش بتحب ولا بتكره، الدول بتحسب، بتدعم، بتحارب، بتنقلب حسب المصلحة مش حسب المبادئ. فالشعارات دايما عالية، لكن الأفعال مرهونة بالمصلحة. طب هل في ناس بتحارب لقضية فعلا؟
أكيد فيه، لكن مش كل الدول. فيه أنظمة وشعوب وأفراد بتدفع حياتها وحريتها ومستقبلها عشان حاجة بتؤمن بيها، بتعيش وتموت عشان فكرة. بس المشكلة إن دايما المؤمنين بيلعبوا في ساحة بتحكمها المصالح، فالقضية الحقيقية مهددة إنها تبقى مجرد شعار أو وسيلة لمصلحة أكبر. أنا بدأت بدافع الفضول، بس كل ما تعمقت كل ما اكتشفت إن العالم مش أبيض وأسود، ده رمادي غامق. اللي بيحكمه مش المبادئ لكن المصالح. في دول بتقول إنها بتحارب عشان قضية، بس لما تحسبها تلاقيها بتحارب عشان حدودها ومصالحها وسلطتها. في النهاية الصراع الحقيقي بين أنظمة وشعوب لسه بتؤمن بشيء، وبين عالم نسي يعني إيه يؤمن أصلا.